بينفرد بجاتو وجول. جول 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 تامر بجاتو، يا سلام. وانا صغير قلت انا هلعب في الاستاد ده وهلبس رقم 10 وهلعب في النادي الاهلي. انا كنت بلعب كوره عشان بحبها 9 سنين. وانا خارج بقى كده قال لي انت اهلاوي؟ قلت له اه. قال لي تلعب في الاهلي؟ قلت له اه. قال لي طب خلاص يلا روح. بستمتع وفي نفس الوقت بتعلم. انت وصفت الفتره اللي لعبتها في الزمالك لا بالبشعه. اتحطيت احتياطي ماتش واحد بس وما نزلتش. صدمه بتاع المصارعه الحقيقه راجل لطيف طيب جدا جداً. وخطير جدا. مصر مش هتنظم كاس العالم. ليه؟ مش هينفع لو جبت كريستيانو رونالدو هنا مصر هعمل بيه. مش تعمل حاجه؟ محمد صلاح ليس صناعة مصرية تحت أي ظرف من الظروف. هو يحمل الباسبور المصري طبعا أكيد، لكن لا يمت للكرة المصرية بشيء. احنا مش عايزين نعترف المشكلة عندنا، نرجع على منتخب مصر ناخدها مع الجاهز، لأن هنا مش هنعمل حاجة. هم شغالين كويس قوي، احنا قاعدين بننتقد لحد ما مرموش بقى مرموش قلنا الله ايه ده ابننا. لو هتوجه كلمه لتامر بجاتو زمان وهو عنده 22 سنه هتقول له ايه؟ يعني هو نفسي أعمل حاجة بس طبعا كبرت إن أنا أعملها. طب مين يبقى معاك؟ محمد صلاح؟ مش مهم. مش مهم. اهلا بيكم في الحكايه فيها ايه. حكايتنا النهارده عن نموذج من الاصرار قدر يحفر اسمه في عالم كره القدم. وكره القدم زي ما احنا عارفين الحب والعشق، اكتر لعبه ليها قاعده جماهيريه. لعب في اكبر الانديه وثبت نفسه كلاعب ومدرب ومحلل رياضي، وهتفضل كره القدم حلم وشغف الاولاد لحد النهارده وفي كل وقت. علشان كده عايزين نغوص معاه تجربته الكرويه ونعرف اسرار ومفاجآت المستطيل الاخضر. معانا الكابتن صاحب الروح الحلوه تامر بجاتو. ازي حضرتك؟ أهلا بيكي ومبسوط إني معاك النهاردة وميرسي جدا على التقديمة الكبيرة دي. لا لا لا، كلام كبير ازاي؟ قوي. لا ده حضرتك كلام كبير تستاهل جدا. اكتر كمان. أشكرك جدا. احنا قلنا ان كرة القدم حلم وشغف كل الولاد. عايزين نعرف كابتن تامر ابتدى ازاي الرحلة الكروية؟ كانت حلم برضو ولا هواية ولا ايه البداية؟ طبعا بالنسبة لي كان حلم، بعيدا عن الهواية. قبل ما تكون هواية كانت حلم. يعني أنا قالوا لي وأنا صغير جدا إن أنا أول حاجة كنت بعملها إن أنا أي كورة بشوطها، أي حاجة بشوطها برجلي. يعني زي وأنا كل عندي الولاد. وأنا عندي 3 4 سنين كان كل حاجة، أي كورة في أي مكان كانت أجري عليها. آم، وبعد كده بدأت ألعب بقى في البيت كنت بروح مع والدي الله يرحمه. مثلا والدي كان ضابط في الجيش، فكنت بروح معاه مثلا اقعد العب بقى مع العساكر ونقعد نلعب كوره وانا لسه صغير عندي 4 5 سنين يعني. فكان في المدرسه لما رحت المدرسه مع الحضانه والمدرسه كنت على طول العب كوره. الى ان يعني بابا خدني وانا عندي كده 8 سنين الاستاد. انا فاكر كويس جدا كان ماتش الاهلي وكوتوكو وشفت بقى في الاستاد اول مره اشوف استاد بقى كوره. لقيت بقى جمهور كبير جدا وصوت رهيب وكده، وانا وعارف ان انا بحب الكوره واتفرجت على الماتش ده وانا فاكره لحد دلوقتي. اتمنيت تبقى من اللعيبة ساعتها ولا ما كانش لسه حلم؟ انا ساعه الملعب ده انا قررت بقى ده كان قرار. قرار. اه. كنت لسه صغير وانا صغير قلت انا هلعب في الاستاد ده وهلبس رقم 10 وهلعب في النادي الاهلي. لان طبعا شفت الكابتن الخطيب وهو نازل بقى برقم 10 بقى وبتاع، الله، والجمهور كابتن بيهتف بيه خطيب. بقى لوحده كده. كان بعيد عن بالنسبة لك ايه كابتن خطيب في الفترة دي؟ هو حتى الآن الخطيب هو النموذج للاعب الكورة. يعني كستايل لعب وكحرفنة وكشياكة في اللعب وليه أسلوب مختلف كده وستايل مختلف طبعا يعني في الخطيب. ومش أنا بس، كان كل يعني. وده اللي خلى ده كل كابتن الأجيال. ده اللي خلى كابتن خطيب لحد دلوقتي اه. بيتضرب اسمه طبعا في براند كل خلاص. طبعا يعني. بس فقررت ان انا هلعب في الكوره والعب في النادي الاهلي والبس رقم 10 والحلم بدأ يتحقق قدامي واحده واحده ازاي كده. بقى دخلت، يعني البداية بقى دخلت النادي الأهلي كناشئ ازاي؟ اول ما يعني اول ما طلعت من الاستاد قلت بقى انا عايز العب في النادي الاهلي. فكلم ناس بقى اصحابه وبتاع ورحت رايح فعلا مدرسه الكوره وأنا صغير. ولسه عندي كارنيه لحد دلوقتي شايله كده. باباك كان داعم في الفترة دي؟ كان موافق على القرار ده ولا كان فاكر ان هي بس هواية كده بابا كان متعامل ان انا هوايه اصل وبحبها دايما احنا متعودين الضابط ابنه ضابط، الدكتور ابنه دكتور، يعني دايما الأب عايز ابنه زيه، فانت بتتكلم في اختلاف رهيب. كلامك صح. يعني ساعتها كانت اه. حتى فكرة إن حد يلعب كورة أو حد يمثل أو حد يغني دي اه. كانت حاجات ثانوية محدش بيشجع عليها خالص. لكن بابا كان بيعملها من حتة إن أنا كنت شايف هواية أنا بحبها. بابا بيشجعنا اه، جدا على سايبك الرياضة. كهواية مش احتراف. بس يعني انت جواك حلم الاحتراف بقى ان انا هلعب وان انا بص، هكمل. أكدب عليك لو كان قدامي حلم الاحتراف أساسا أو حطه قدامي حتى بعد ما لعبت بروفيشنال يعني. امم. أنا كنت بلعب كورة عشان بحبها يعني. ودي يمكن خلتني إلى حد ما شوية زهقت بدري بدري.
لان فعلا كنت بحب الكوره، بلعبها عشان بحبها. على يمينها كان الموضوع ما كانش بيجدي قوي، يعني ما كانش العائد منه خطير. مم. وكانت الى حد ما سمعه لعيب الكوره اللي هو بقى ده مش متعلم بقى وملوش شغلانه فبيشتغل لعيب كوره يعني. فدي كانت برضو نقطه، يعني كانت نقطه مهمه جدا، لان كان في حرب في العيله مثلا عندي واصحابي. معترضين. مش معترضين، بس اللي هو يعني دي حاجه ثانويه، يعني اللي هو اهم حاجه الدراسه. خليها هواية جنب أي حاجة تانية. وزي ما انت قلت كان العائلات كلها كده، احنا عائلتنا كلها اكترتها ضباط وقضاة ظبط. ومستشارين، ويعني في فأنت عائلات هتخش نفس تانية. الكارير بقى اه في عائلات تانية، يعني انا اخويا هو اه. ضابط شرطة، يعني هو اللي طلع بقى خد الناحية دي. اه انت بقى يعني انت غيرت المسار خالص. انا غيرت المسار ولو كنت كملت رحت كنت عايز اطلع طيار حربي، يعني كنت عايز اخش قوات جوية. اه. لكن بابا طبعا كان رافض تماما الموضوع، يعني كان يقول لي لا انت مجنون ومطيور وكده، هنخاف فبيقول لي ما عليك ينفعش. حضرتك كنت طفل شقي، فانا كنت وانا صغير كنت شقي جدا. ودلوقتي لا هدوء، يعني اصلا وش حضرتك اول ما تطلع الكاميرا هادي جدا، تتكلم بالراحه جدا. يعني طب كويس، دي حاجه كويسه، بس يعني لحد ما شويه يعني السن بقى اكيد الواحد كبر يعني. لكن وانا صغير فانا كنت شقي جدا يعني، حتى في كنت بتخرج المنطقه عندي. طاقتك كلها في الكوره. في الكوره انا كنت بحب الرياضه جدا. يعني في المدرسه كنت العب طايره والعب جري والعب كوره والعب، وبعد كده رحت لعبت سكواش وانا صغير برضه في نادي شمس، كانت لسه السكواش مش قوي بس حبيتها جدا برضه. واصحابي حتى الان جدا كلهم لعبوا واختاروك في سكواش. ناشئين الاهلي. ورحت الاهلي فعلا ولعبت في الناشئين في مدرسه الكوره قبل الاول الناشئين. كانت مدرسه الكوره. اه مدرسه الكوره، وبعد كده ما عرفتش اروح لان كان الاهلي الجزيره وانا كنت ساكن في مصر الجديده، يعني انا مولود في مصر الجديده وحياتي كلها في مصر الجديده، مدرستي وعيلتي كلها. فكان مشوار كبير قوي من مصر الجديده، وكان ميعاد التمرين كان صعب جدا، فما ما عرفتش اروح بقى كتير فمشيت. رحت لعبت في نادي الشمس بقى جنب البيت يعني عندنا. سبت الاهلي ورحت الشمس. اه لظروف ان ده كان عندك المسافه. كام سنه؟ كان عندي 9 سنين تسع يعني. سنين اه اه. 9 سنين لسه صغير قوي يعني. اه. وكان مشوار كبير جدا، مش زي دلوقتي يعني. هو ما كانش فيه الا اهل الجزيره بس، يعني اه ما كان كانش فيه ساعتها فروع اهل تانية. الجزيره اه. ف لعبت في نادي الشمس كده لحد ما بقى عندي حوالي 11 سنة وشوية. وبعد كده رحنا لعبنا بطولة في النادي الأهلي، يعني لعبت مع نادي الشمس تحت 12 سنة، بطولة في النادي الأهلي مجمعة في نص السنة. وآخر ماتش في البطولة دي كان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، آه، كان متابعني يعني الماتشات. وانا خارج بقى كده قال لي انت اهلاوي؟ قلت له اه. قال لي تلعب في الاهلي؟ قلت له اه. قال لي طب خلاص يلا روح. فرحت جدا. جدا، بس مش فاهم حاجه. عندي 11 سنه، بص راجل كبير بقى كده، كنت مصطفى حسين ده بيسموه ابو الاشبال في بس ده الاهلي كده طبعا. يعني ده انت بتحقق الحلم اللي انت كنت نفسك جدا، هو فيه. اتحقق لوحده كده. وفعلا رحت لقيتهم يعني وانا تحت 12 سنه رحت لقيتهم، لما روحت لقيتهم قاعدين مع بابا في البيت بيقولوا احنا عايزين تامر يجي عندنا النادي. كنت صغير جدا، فبالنسبه لي كانت حاجه باباك كبيره وافق قوي. بسهوله. بابا، لان بابا ما توقعش ده. يعني مم. بابا خلاص هوايه وبتلعبها وتمام، وبقول له انا بلعب في فريق نادي الشمس، يقول له تمام، يقول لي عندي ماتش، اقول له خلاص، تقول لي كويس. يعني بيشجعني على الرياضه للرياضه. مم. يمكن حتى برضو ما كانش متخيل اخواتي كانوا كده. بيلعبوا. اخويا كان بيلعب وخد بطوله جمهوريه جري. مم. فانتوا بتحبوا الرياضه، الرياضه، احنا بس عيله بتشجع هوايه الرياضه جدا. ممارسه اختي كانت بس. بتلعب سباحه، اخواتي الاثنين اه. البنات كانوا بيلعبوا سباحه، والتانيه كانت بتلعب فروسيه، كانت بتلعب خماسي. مم. يعني احنا ما عيله رياضيه تخيلش ان جدا. هيطلع في بيته نجم في الكوره. لا هو كان بيشجع جدا على الرياضه، لكن هو اتفاجئ ان النادي الاهلي جاي لواحد عنده 12 سنه البيت ويقولوا له احنا عايزين تامر يجي النادي الاهلي. يعني كان موضوع ساعتها كان موضوع غريب شويه. من ساعتها هو بدأ يركز معايا قوي بقى، هما اللي هو شافوا لا. ايه بقى؟ يعني ساعتها قالوا لك شافوا ايه في تامر لفت انتباههم عن كل الولاد عشان يروحوا البيت والله مش عارف. مش عارف اقول لك ايه، يعني هم اللي يقولوا بقى. لكن اه. انا يعني ايه اللي كان بيميزك ساعتها؟ السرعه. كنت سريع الحمد لله، كنت قوي، كانت رجلي قويه جدا، اه. كنت بلعب باك، كنتش بلعب راس حربه لسه. مم. فكان صعب جدا حد يعدي مني. فكان يعني كنت بحس ان انا فارق شويه، او الناس كانت بتقول لي انت فارق في اي حته بلعب فيها، حتى كنت ممكن العب مع اكبر مني سنا. مم. كنت دايما بلعب مع الاكبر مني يعني وانا صغير. بس وباباك وافق. اه طبعا يعني وافق اكيد، وخد الموضوع بجد بقى، ان الموضوع بجد لا ده ممكن يطلع حاجه، فساعدني جدا. والولاء بصراحه يعني الله يرحمه ما كنتش هكمل طبعا. واستمريت في النادي الاهلي لحد سنه كام؟
لحد ما بقى عندي 22 سنة. 22 سنة؟ طبعا لعبت اه فريق اول وانا عندي 19 سنة. طبعا اه. الحمد لله كنت هداف فرقتي كلها، وفرقتي طبعا كان فيها نجوم كتير جدا يعني كملوا. وفي نجوم ما كملوش للاسف، يعني فرقتنا كان فيها يعني اروح، كان هشام حنفي، احمد سامي، مصطفى كمال حارس مرمى، كان في كلهم هاني العقبي، طبعا زكريا اسماء حسين، يعني اشرف ممدوح، كان في كلهم سامر عبد علامات الرحمن، طبعا. محمد، يعني كان في لعيبه كتيره كويسه جدا الحقيقه. لعبت ناشئين وكنت هداف فرقتي فترة الحمد لله. لعبك في الأهلي من 19 كده لحد 22 صح؟ يعني لا انا من وانا عندي 12 سنه بقى لا خلاص بقى لحد لما ابتدينا بقى ندخل فريق اول. فريق أول ونلعب بقى قصاد فرق كان من 19. طيب خليني اقول لك ان النادي الاهلي ساعتها كان في حاله تانية خالص غير اللي بنشوفها دلوقتي الحقيقه. يعني النادي الاهلي ساعتها كان كل فرق الناشئين بتلعب في نفس الملعب، فكان في تواصل رهيب في كل الفرق، يعني الفرق كلها عارفه بعض كويس قوي. الفريق الاول كان عارفنا كويس جدا، واحنا عندنا 15 سنه بيتفرجوا علينا اللي كنا بنلعب قبل التمرين بتاعهم. الفريق الاول كان بيقعدوا كلهم، النجوم الكبار دي كلها كانت بتقعد وعارفانا بالاسم، بيتفرجوا علينا ويشجعونا، فكان في تواصل بين الاجيال بين بشكل الأجيال كبير جدا كان جدا. مين الأجيال الكبيرة اللي أنت بتوصل معاها؟ يعني لا طبعا يعني كان طاهر ابو زيد وكابتن الله. خطيب ومصطفى عبده وعلاء ميهوب، وكانوا بيقعدوا معاكم؟ بيقعدوا وعارفيننا بالاسم وكنا بنفرح جدا واحنا خارجين، بيقول لك انت كنت كانوا بيتعاملوا كويس. معاكم ازاي؟ كانوا بيشجعونا جدا، كان في روح كده، ودي روح النادي الاهلي كلها، ان يكون كله كان بيشجع بعضه. احنا كنا بنقعد نتفرج على الفرق اللي فوقينا، الفرق الاكبر مننا، مثلا كان السن الاكبر مننا كان وليد صلاح الدين وفرقه وليد صلاح لو الدين، قلت هادي لك انت خشبه. اتعلمت ايه من كل اسم كبير يعني كابتن الخطيب، يعني قول لي كل حد اتعلمت منه ايه؟ كابتن الخطيب ده لوحده يعني كده، وطاهر ابو زيد الحقيقه. كابتن الخطيب، يعني كابتن كابتن طاهر ابو طاهر ابو زيد. زيد، كابتن علاء ميهوب. قول لي آه، كل واحد يعني كلمة اتعلمتها منه بالنسبة لك، او هو بالنسبة لك رمز لايه؟ طيب بلاش اتعلم. يعني الخطيب ميكس كده بين الستايل الحلو قوي والمهارات العاليه جدا والاحساس الرهيب بالمكان، آه، حوالين ال 18، يعني هداف يجيب الجون بشكل حلو قوي، مش اللي هو يجيب جون حرفنة وخلاص، لا كده يجيب جون بشكل حلو اه قوي. يمزج اللي بيتفرج يعني فدي كانت السمة ساعتها، وكانت الكرة ساعتها كانت تخلي اللعيب يلعب الطريقة دي. طاهر ابو زيد. كابتن طاهر ابو زيد طبعا موهبة رهيبة، الحرفنة والسرعة والمهارة في نفس الوقت، والتصويب من بعيد، يعني ميكس كده بين المهارات تتجمع في لعيب واحد. تحب تتفرج عليه هو بيعدي من اللعيب واثنين وثلاثة. كان لولا الإصابات كان طبعا كابتن طاهر ده من الناس ال- علامات. علامات في طبعا. الكورة عامة، يعني نجوم طبعا نجوم كرة طبعا قدم. يعني. على ما يهوب بقى السهل الممتنع، الحريف ازاي بقى الواثق في سهل نفسه قوي، الممتنع؟ يعني الحريف الواثق في نفسه قوي، ستايله حلو جدا، ويعرف يدي الكرة لحد يجيبها جون، يعني ودي ما تبقاش موجودة كتير قوي يعني. من وجهة نظري ان الكابتن عموم مش من اللعيبة اللي ما خدتش حظها قوي، او طريقة لعب واللي عمله في الملاعب نتيجة ان كان في نجوم كبيرة قوي زي ما بنتكلم عليهم، آه. فهو ما خدش الناس خدت ما السبوت خدش اكتر. حقه اكتر، لكن عموم مم. من اللعيبة الافزاز في تاريخ الكرة المصرية بصراحة. طبعا طبعا. بس فده ده كان بيخلينا ان احنا نبقى بتفرج عليهم في التمرين غير الماتشات، فكنا بتتفرج وانت بنشوفهم. مستمتع. طبعا بستمتع وفي نفس الوقت بتعلم. بتتعلم الاتنين. طبعا في التمرين طبعا الموضوع مختلف. فطبعا يعني دي كانت سمة من السمات المهمة جدا في تواصل الأجيال يعني. يمكن أنا طلعت وإحنا عندنا 17 سنة، كان مدرب اسمه فايتسا كان بيتفرج علينا، وطلعني أنا وأحمد سامي، أنا فاكر كويس جدا، وهشام حنفي وزكريا حسين تقريبا، طلعنا وإحنا عندنا 17 سنة كنا بنتمرن يوم في الأسبوع مع الفريق الأول. ياه. واحنا كان فوقينا بقى 19 سنة و21 سنة كمان، يعني مم. فوقينا فرقتين، ومع ذلك كان بيشوف لتحت جدا. ودي مم. تفرق طبعا، نظرة الأجانب للأسف للكورة غيرنا خالص، غير انه مختلفة بيبص من تمام. بدري قوي. مم. إلى أن كنت منتخب مصر 19 سنة مع كابتن هاني مصطفى، وكان عندنا بطولة أفريقيا، فرجعت منها كان الكابتن أنور سلامة هو اللي ماسك الفريق الأول. راح بعتوا لي قالوا لي انت خلاص هتطلع الفريق الاول، هتتمرن مع الفريق الاول فوق.
وطلعت وبقيت بتمرن مع الفريق الاول على طول ثابت وانا عندي 19 سنه دي تاني فرحة قوية، طبعا لحظة كده قوية في طبعا حياتك. لان ساعتها كان نجوم كبيره لسه موجوده، يعني كان كابتن شوبير وحاسس ان انت في وسطهم، وحسام فانا حسن وابراهيم متميز. حسن ورضا عبد العال اه، وايمن شوقي وعبد الجليل حسام حسن. ووليد صلاح الدين، ومن وكان هنا في كانت علاقتك بكابتن حسام حسن اه طبعا كابتن حسام قوية. حسن طبعا كانت قويه جدا مم. الفتره دي، وطلعت العب فريق الاول، كنت بتمرن دايما معاه، واتمرن معاه بعد التمرين، وكان ساكن في مصر الجديده فكنت بروح واجي معاه كمان. فكان يعني حته الرهبه بقى دي مهمه جدا، ان اللعيب وهو صغير ياخد الرهبه انه يلعب قصاد جمهور كبير او يلعب قصاد نجوم كبار في فرق كبار. تانية وعندهم خبره وكده. دي الرهبه دي مهمه جدا الواحد يكتسبها وهو صغير طبعا. واستمريت بقى بعدها لحد 22 سنة. لحد ما احسن ماتش من وجهة نظرك لعبته في الفترة دي في النادي الاهلي كان ماتش ايه؟ لا ماتشات كتيرة قوي، لأن أنا الحمد لله كنت هداف الناشئين، يعني هداف فرقتي الحمد لله من جامع قطاع بس الناشئين. في جون معين لقبوه ساعتها بالجون الذهبي لتامر بجد. ده بقى ممكن لو مم. هنتكلم عن الماتشات، ممكن لما انتقلت للمنصورة بعد ما مشيت بالأهلي، يعني قصاد الأهلي والزمالك لا، احنا طبعا. لسه عايزين محطة اه الاهلي شوية. لكن حتة الأهلي أنا الحمد لله يعني حتى يعني طب اقوى فرقة وانت في الاهلي لعبت قصادها، فاكرها لحد النهارده؟ فاكر فاكر ماتش الماتش؟ المنيا طبعا سنة موسم 92 93. آه، كان ماتش، كانت فرقة المنيا كانت قوية جدا ساعتها، وكان فيها يعني فيها نجوم كبير قوي، يعني زي المنيا مين؟ شديد قناوي كان مثلا من اللعيبه اللي هو ابنه دلوقتي بيلعب حتى الان. كانت فرقه قويه جدا، وكنا كنا بنلعب في استاد الكليه الحربيه، وكان المباراه 0-0 مم. يعني لغايه الشوط الثاني. انا نزلت دي الشوط كانت من اقوى بس الماتشات. كانت يعني من اقوى الماتشات، اللي هي كانت التجربه اللي كانت اول مباراه بالنسبه لي العبها مع الفريق الاول وانا عندي 19 سنه. لعبت مع الفريق الاول وان المباراه كانت 0-0، وان الكابتن اسامه ينزلني وانا لسه اول مباراه، والمباراه 0-0، مش مباراه مثلا كسبانين فنازل اخد 10 دقايق وكده. فكانت مسؤوليه كبيره جدا الواحد صغير ومتحمل مسؤولية. ساعتها، واخش في مباراه لازم نكسب فيها. فدي كانت مسؤوليه كبيره جدا، وكان المباراه كانت صعبه الحقيقه يعني. لو قلت لك اوصف الفترة اللي في النادي الاهلي توصفها بايه؟ فترة. احلى فتره في حياتي احلى فترة في حياتك. طبعا فتره الناشئين، وفتره لغايه ما لعبت فريق اول، فريق كبير، وبرضه رحت منتخب مصر 19 سنه ومنتخب اولمبي، كل ده انا رحته من طب الاهلي. انت وصفت الفترة اللي لعبتها في الزمالك بالبشعة، في آه، تناقض رهيب. مش بشعه بشعه بالنسبه لي انا، يعني مم. لان انا يعني هي رحت. التجربة كانت بشعة علشان نادي الزمالك ولا اللي حصل؟ التجربه كانت لان كان فيها لخبطه من البدايه، يعني انا اتبعت للنادي وانا لسه مش عارف اساسا، وانا ومحمد كمونه كنتش اعرف حاجه، كلموني قالوا لي انت اتبعت، وقلت لهم طب يعني افهم حاجه. رحت على مجلس إدارة وعلى مدير فني، أول ما رحت ولسه هنبدأ ويا دوبك المدير الفني مشي، فيرنر مشي، ولسه مش عارفين مين هيجي، يجي كرول بمدير فني تاني مجلس الإدارة، يعني لقيت نفسي قالوا لي أنت هتطلع إعارة الكويت، يعني لقيت نفسي دخلت في لخبطة. دوامة يعني هي علشان الأحداث اللي حصلت. الأحداث طب بس. أنت ما خفتش من جمهور الزمالك يزعل منك؟ أخاف يعني من لما يزعل مني من تقول إيه؟ الفترة اللي لعبتها في أنا الزمالك. ما لعبتش في الزمالك خالص على فكرة. اه، أنا رحت بشعة. الزمالك لكن ما لعبتش. ما لا لعبتش. اتحطيت احتياطي ماتش واحد بس وما اه. نزلتش، واتغلبوا. بعد كده المدير الفني اتغير، فلقيت نفسي راح في حته مش بتاعتي خالص. لقيت نفسي راح اعاره الكويت، مدير فني جه كرول عايز يغير الناس في الفرقه، كلام كده طب انا وإيه في مش الفترة دي راسمه عمرك لنفسي. ما حلمت تخش نادي الزمالك؟ يعني كان الحلم الأكبر نادي الأهلي؟ لا خلاص بقى، انا الاهلي خلاص عارف ان انا مشيت بالاهلي مش هرجع تاني، يعني خلاص الموضوع اتقفل. وانا يعني عايز اقول لك برضو يعني انا رحت المنصوره بالصدفه، يعني ما كنتش هكمل كوره اصلا، خلي يعني بالك. بعدها خلاص كنت ناوي بعد ما تقرر مشيت من الاهلي انا ما كنتش هلعب كوره، بعد ليه بقى؟ عشان كنت عايز حب في العب. الأهلي يعني؟ طبعا بحب النادي الاهلي ده اكيد، ولكن وده كان حلمي وانا صغير، حققته الأهلي. وخلاص بالظبط. الموضوع ما مش لاعب كورة، لكن ان انا العب لا في لا الاهلي لا لا ده ما كان كانش. حب اكتر في الاهلي. طبعا من وانا صغير كان حلم، مم. عارفه الحلم وانت صغير بتحلمي كده فيتحقق قدامك مثلا. مم. لكن كملت في الكوره بعد كده، ولكن ما كنتش ده اللي انا رسمه لتكملت، عشان كده كنت مش مبسوط قوي يعني طب الفتره دي. اوصف تجربة نادي المنصورة بايه؟ احنا تجربه خطيره خطير. جدا، جميله جدا. الفرقه الحقيقه كانت فرقه حققت فيها كلها. نجاحات قوية. طبعا الفريق كان لسه. مين عمل اسم تامر بجاتو؟ اكتر نادي عمل اسم تامر بجاتو؟ المنصورة طبعا. المنصورة. قدام الناس، قدام الناس. للناس للعامة، مم. لكن للخاصة
لا، النادي الاهلي طبعا اللي خلاني اكمل في اللعب، واللي علموني مدربين، كل المدربين اللي علموني وانا صغير، كابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن محمدين والكابتن مصطفى يونس والكابتن عادل طعيمه طبعا كابتن رمضان السيد، كابتن حسام البدري، كابتن اكرامي. طب آه، احنا لو قلنا ان النادي الاهلي اكتر فترة ذهبية ليه كانت تحت إدارة مين؟ النادي الاهلي اه اكتر فتره ذهبيه، تحت إدارة متهيألي مين؟ الفتره اللي انا ما كنتش اعرف فيها المدير الفني اللي هو هيدي كوتي، اللي هي فترة بتاعت الخطيب ومصطفى عبده وعلاء ميهوب وخالد جد الله والكابتن إكرامي وثابت البطل شريف عبد المنعم، مختار محمد عامر، ربيع ياسين. الفترة دي أحسن رئيس مسك النادي الأهلي، رئيس مجلس إدارة. صالح سليم أكيد يعني. صالح سليم. أكيد طبعا. طب توصف فترة كابتن الخطيب بإيه؟ فترة أنت محب لكابتن الخطيب كإداري؟ طبعا. كإداري، أنا مش بتكلم كلاعب، طبعا كلاعب إحنا ده أسطورة، أنا كمان كإداري. كده احنا بنتكلم أرقام امم بطولات. الأهلي يعني محقق بطولات كتيرة جدا في عهد كابتن الخطيب بشكل كبير جدا. في توسعات حصلت في النادي وفي الكبر، وده صناعة الرياضة كبرت كده كده. وطبعا النادي الأهلي النصيب الأكبر إن هو أكبر نادي في أفريقيا، فكان ليه النصيب الأكبر إنه يبقى موجود. فأنا شايف النادي الأهلي مكمل بشكل كويس جدا. طبعا كابتن الخطيب قيمة كبيرة جدا واسم كبير جدا في سلسلة الأسماء والقامات اللي مسكت لو حبينا النادي نوجه الأهلي له يعني. كلمة دلوقتي بعد ما أعلن مرضه توجه له إيه؟ يعني ربنا يشفيه أهم حاجة طبعا، يبقى كويس. إن هو بالنسبة لنا يعني قيمة كبيرة جدا، وعلى المستوى الشخصي أنا بحبه جدا كلنا بنحب كابتن الخطيب وعلاقتي طبعا. بيه جميلة جدا. وحتى هو مجامل جدا يعني. هو جالي في فرح الخطيب مم. لما اتجوزت، جالي يعني ما كنت مشيت من النادي، بس كابتن الخطيب من الشخصيات الجميلة جدا. ما كان ماسك الأهرام برضو، كان بطولة الأهرام مع أحمد برادة، كان هو اللي بيبقى متابع البطولة جدا وموجود، محب للرياضة جدا، غير إن هو شخصية خلوقة يعني جدا كابتن طبعا. الخطيب كلاعب أسطورة وكإداري ناجح جدا. بعد إعلان كابتن الخطيب للحالة الصحية اللي هو فيها والمرض، المستشار مرتضى منصور أعلن إنهاء الخلاف بينه وبينه واتمنى له الشفاء العاجل، شايف ده إزاي؟ طبعا هي لفتة طيبة جدا ومهمة جدا، وإن كان ما كانش المفروض الخلاف من البداية يعني، ولكن يعني حاجة كويسة إن الدنيا تهدى، لأن حصلت مشاكل فترات من الفترات، وأنا شايف إن آه، كانت مش حلوة لينا خالص. وحتى الناس في بتتأثر الفيلد جدا، نفسه. والشباب بيتأثروا جدا على السوشيال ميديا كمان ببعض الخلافات اللي طلعت على السطح. آه، لكن لفتة طيبة جدا من الأستاذ مرتضى. وعلى فكرة يعني الأستاذ مرتضى منصور على الحقيقة، يعني في الحقيقة راجل لطيف طيب جدا جدا. وخطير جدا ومفيش مم. حاجة خالص. لكن هو لما حد بيستفزه بيتحول وما بياخدش باله بقى هو بيقول إيه الحقيقة. لكن هو على المستوى الشخصي يعني راجل جميل جدا. فحاجة حلوة إن يكون في هدوء بين القامات أو الأسماء الكبيرة في مصر اللي بيمثلوا أكبر قلعتين في مصر طبعا. فدي نقطة كانت بالعكس كانت جميلة جدا لما شفتها طبعا. قلت قبل كده إن السبب إنك سبت النادي الأهلي كان كابتن محمد رمضان، قلت إنك مش عايز تتكلم في الموضوع ده تاني. اه طيب، وبعدين عرفنا إن كابتن محمد رمضان لما تولى إداري الجماهير الأهلي اعترضت اعتراض كبير جدا، شايف ده إزاي؟ إيه سبب اعتراض الجماهير على منصبه الإداري؟ هو طبيعي جدا. النقطة اتكلم فيها بصرف النظر عن الشخصية مين اللي ماسك. يعني لما بيجي بيمسك أي حد، بيمسك مدير كرة لفرقة كبيرة ومدججة بالنجوم، وفيها بعض المشاكل الفنية والإدارية، مع مدير فني أجنبي، لازم يكون شخصية قوية جدا، شخصية لا يختلف عليها اتنين، ويعرف يتعامل مع النجوم. فأنا شايف إن يعني هو ينقصه إنه شخصية مش صاحب شخصية قوية قوي. يعني انا ما برضاش اتكلم عن حد، ولكن ده كان واضح في ده الفرقه كان رأي الجمهور، مشاكل. جمهور النادي الأهلي. حتى لو كان راي الجمهور ممكن يبقى راي الجمهور خاطئ، ممكن رايي يبقى خاطئ، اه لكن اللي حصل بدايه من المشاكل الكبيره جدا اللي حصلت بين النجوم الكبيره اللي كانت موجوده اولهم النتائج اللي ترتبت على بدات إنه مشاكل مسك كبيره المنصب تظهر ده. معهم مع نجوم كبيره في الملعب، زي الشناوي وزي كهربا وامام عاشور وناس كتيره جدا، بدات في مشاكل كتيره جدا. دي مشاكل اداريه، مم. ومعروف مين هيجدد ومين هيمشي ومين اللي عمر ما حد تطاول على
آه، على مدير الكرة او تطاول على جمهور الاهلي بالطريقة دي، خاصة لما حصل بره مصر الكلام ده كله. فانا بتكلم في ان ايه، ان خطوة مهمة جدا يعني. محمد شوقي الحقيقة مسك، شوقي لعيب كبير وعنده خبرة، قريب جدا من اللعيبة، لعيبة بتحترمه، اسم كبير. فده مهم جدا ان هو يمسك، شاف ان هو هيفرق جامد جدا مع النادي الاهلي في الفترة قلت دي. إن علاقتك الكويسة بكابتن حسام حسن كانت سبب في مشاكل ليك كتيرة في النادي الأهلي. يعني كان دايما بقى كله يقول ده مم. خليفة حسام حسن، ويكتبوا بقى ده خليفة حسام حسن في الملاعب، وكانوا يشوفوني دايما قريب منه، ودايما اقعد اتمرن معاه بعد التمرين وقبل التمرين. شخصيته على يعني لما بتقرب منه اوصف لنا كابتن حسام حسن. حسام عايزين حسن نعرف ده، حسام حسن. الناس حسام شايفة دايما حسن حسام حسن بيزعق في الملعب ومشاكل أو إنجازات أو حسام حسن يعني هو اللي علمني حتة الحماس والنحررة، وان انا ما يأسي، وان انا مهما يكون اللي قدامي جامد اقدر اجيب جون واتنين، واجيب جون واتنين وتلاتة، اقدر اجيب جون واتنين وتلاتة. اتعلمت منه ده جدا حقيقة. هو طبعا مش محتاج اتكلم عن حسام حسن كانجازات وكاهداف مؤثرة في منتخب مصر والاهلي. طب رأيك فيه كمدرب، عنده وجهة اه نظر طبعا، ومؤثر، وبيعرف يعرف يلم اللعيبة، وبيعرف يحمس اللعيبة بشكل كويس قوي. عنده عنده الحتة الهجومية، بطبيعة شخصيته، بطبيعة شخصيته لعبه، قوية ان هو أو بيحب هجومية. الهجوم، وعايز مم. يبقى موجود، وعايز يبقى هو اللي يكسب المباراة، ما بيحبش يدافع. فعنده رؤية يقدر ينفذها، ولحد ما ماشي بشكل كويس حتى الآن يعني. يعني عاجبك أداؤه جدا كمدرب منتخب مصر. يعني امسك النتائج بالارقام بالاهداف بكل حاجه، هو فارق جامد جدا طب يعني. لو ما كانش كابتن حسام حسن تختار مين؟ في مدربين كتير الحقيقه الفتره الاخيره، يعني منهم مثلا علي ماهر، احمد سامي، آه، في مدربين كتير ممكن يعني الفتره الاخيره. ولكن خلينا نتكلم ان عندنا مشكله في مصر بس شويه، لان بقالنا فتره طويله جدا الدوري عندنا دوري مؤسسات وشركات اكتر منه اه جماهيري. هم ليه بقى؟ 5 فرق جماهيريه، الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد والاسماعيلي، وبعد كده مفيش. يعني يمكن المحله تنزل وتطلع، اسوان تنزل وتطلع يعني. لكن بقيه الدوري 18 فرقه مثلا، كلها مؤسسات وشركات. فده بيخلي على فكره انت قلت اللعيب. قبل كده الأندية الخاصة أضرت طبعا، بالدوري المصري، طبعا. صح كده؟ تضر، ليه؟ تضر باي دوري في العالم، مش الدوري المصري بس. مم. اي دوري في العالم لا يمكن تلاقي ان فيه مؤسسات وشركات هي اللي بتلعب، لا يمكن. لازم تلاقي الملعب فيه جمهور، المقاطعات، والمؤسسات والشركات بتروح ترعى المقاطعات زي الدوري الانجليزي. انت كنت شايف ايه الحل؟ بديل الأندية الخاصة. هو مش بديل، هو مم. هو ده اللي كان المفروض يحصل. مم. اللي المفروض يحصل ان المؤسسات او الشركات بتروح ترعى الانديه الجماهيريه الكبيره اللي في اي حته زي اي حته في العالم. انت كشركه بتروح ترعى المدينه. انا كشركه، مفروض كشركه ادويه مثلا، وجود احدى شركات الادويه زي فاركو مثلا، تروح ترعى مثلا استاد نادي المنصوره، نادي طنطا، نادي بنها، اسوان، الشرقيه، السويس. هو ده اللي المفروض يحصل، ان انت في الاخر عايز ترجع فلوسك، عايز اعلي قيمه النادي. فده انا شايف ان دي مشكله كبيره جدا طبعا، اضرت باللعيبه باللعيبة. ومستوى اللعيبه، لان اللعيبه بتلعب ما عليهاش اي ضغط جماهيري، لا في التمرين ولا في الماتشات. فحته ضغط الجمهور مش موجوده، فما عندوش مسؤوليه. دي نقطه طب مهمه قوي. شايف اتحاد الكورة، رأيك في اتحاد الكورة الحالي ايه التغييرات اللي ممكن يعملها ترفع تاني مستوى الكورة والأندية وتفيد اللعيبة وكل حاجة؟ اتحاد الكوره جه على مشاكل كبيره جدا، منها بقى عدم انتظام الدوري. وطبعا الدوري منتظم السنه دي، وده يمكن اول مره السنه من سنين طويله الدوري منتظم، الفرق كلها لعبه قد بعض. مم. ودي نقطه مهمه جدا، انتظام جدول الدوري عشان انتظام التوقيتات، انتظام وقت الانتقالات، انتظام مستوى اللعيبه، لياقتهم، اصاباتهم كلها. دي مهمه جدا. انتظام جدول الدوري مش مجرد جدول بس بينتظم معاه كل شيء. ما ينفعش فرقه تكون مخلصه ماتشاتها وتقعد شهرين ما عندهاش ماتشات. هيتمرنوا ايه في نهايه الموسم؟ المدرب يمرنهم ازاي؟ يقف على مستواهم ازاي؟ او يفضل في مستواه ازاي؟ فدي نقطه مهمه جدا تحسب حقيقه
السنه دي للاتحاد انتظام جدول الدوري. لكن في مشاكل كتيره جدا، عندنا مشاكل زي في الانتقالات، في الانتقالات، العقود اللعيبه، عندنا مشاكل في الملاعب وملاعب الناشئين، دي مهمه ملاعب جدا، الناشئين. طبعا. مهمه جدا. آه، المشكله الاكبر اللي هي لن تقوم صناعه رياضه بدونها، خاصه الانديه، خاصة. لازم يطلع بيها قانون، وان الانديه الشركات تروح ترعى الانديه الجماهيريه عشان يقدر يرجع فلوسه او يجيب فلوسه، وفي نفس الوقت على قيمه النادي وقيمه اللعيب وقيمه المدرب. على فكره مدرب المدير الفني اللي بيدرب ممكن يكون كويس جدا وهو بيدرب نادي، شركه او مؤسسه، ما بيلعبش تحت ضغط جمهور، لا في التمرين ولا في المباريات ولا في الشارع، لان ما فيش حد بيشجع اي يعني حد. الصناعة الكروية في مصر محتاجة لسه حاجات كتير عشان محتاجة أساسيات الصناعة، أساسيات أساسيات الصناعة اللي الصناعة. هي الناشئين، قطاعات الناشئين بمدربينهم، بملاعبهم، بفكرهم. الدوري لازم يبقى قوي جدا، والدوري مش هيبقى قوي بدون أندية جماهيرية، لا يمكن. يعني لو خلوا كابتن تامر بجاتو من ضمن أعضاء الإدارة هتعمل إيه؟ أول قرار هتاخده؟ تدخلينا في قصص كده أيوة. يعني. أول قرار هاخده إن أول أنا قرار أنت أروح على مجلس الشعب، أطلع قانون خصخصة الأندية تماما توتالي، عشان أقدر أجيب مستثمر يخش يدفع فلوس في النادي، لكن ده كلها تمتلكها الحكومة. فده في الآخر اللي بينتخب بيقعد 4 سنين وبعد كده تجدد له وخلاص. لكن لو انا اونر النادي، انا داخل مستثمر داخل احط فلوس، فانا عايز اجيب فلوس، فانا هعلى بقيمه اللعيب، هعلى بقيمه النادي، هعلى بالبراند بتاع النادي عشان يجيب لي فلوس، عشان لما يعلى اسهمه ينزله في البورصه او ابيعه برقم اكبر من كده. طب ما احنا كل المقترحات دي موجودة، ليه ما حدش بينفذها؟ علشان القوانين، ما لازم اغير القوانين الاول. لازم القانون تغير لا القوانين. يسمح ان انا اشتري نادي طنطا مثلا او نادي بنها بالاستاد باللعيب، لا يسمح ده. مفيش قانون، فلا يمكن يبقى في استثمار، مفيش مستثمر هيجي. بس فدي نقطة مهمة جدا. تاني حاجة، انا ما ينفعش ابقى عندي ملعب كده اروح اجيب ملعب واقول انا فرقة كورة بشهر النادي طب مين اللي هيشجع؟ يعني مين اللي هيجي لي استاد من الجماهير. عشان ارجع تذاكر الماتشات والتيشيرتات اللي بتتباع؟ فين؟ ما هو هي منظومة. اساسيات الصناعة لازم تبقى موجودة الاول، بس مش اكتر من كده. طب شايف مصر إيه اللي ينقص مصر عشان نقدر ننظم كأس عالم زي الدول الأفريقية، زي التجربة بتاعت المغرب كانت انت رائعة؟ عايزه ايه من الاسئله دي؟ مش عايزة دي مش أسئلتي على فكرة، كل الشباب أنا جايبة الأسئلة دي من الشباب، عرفوا إن أنا مع كابتن تامر برجاتو فهم طالبين أسئلة معينة. إيه اللي ينقص؟ ما طيب. إحنا عجبتنا التجربة المغربية في الآخر جدا في تنظيم كأس العالم. التجربة المغربية ده قوية زي برضو جدا، التجربة الدول الأفريقية كانت برضو حلوة في كأس العالم. بس مصر مش هتنظم كأس العالم، ليه؟ مش هينفع. إيه اللي ينقص؟ عشان الملاعب عندنا أول حاجة للبيز، الملاعب مش قصة الملعب، احنا بنفكر ان الملعب الأرضية والعدد للسد قد ايه وخلاص. الملعب عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا، أرضية الملعب. يعني طبعا في ملاعب كويسة، 3 4 ملاعب كويسين منهم استاد القاهرة مثلا، ولكن بقية الملاعب لازم ترقى للاحترافية الشديدة جدا. يعني نستسلم؟ مش نستسلم، ما هو انا بقول لك هو لازم نحط بيز الاول. ماشي. ابني. المغرب لما جت عملت التجربة بتاعتها، جابت مدربين اجانب لقطاعات الناشئين 14 سنة و16 سنة 18 سنة، بيمرمون بنفس السيستم بنفس النظام اختيار اللعيبة. فعشان كده قعدوا حوالي 7 8 سنين لقينا اللعيبة دي طلعت، فقدروا يوصلوا بالتجربة دي الصناعة دي للمرحلة دي فنيا، فحطوا بيز. واللي جهزوا اللعيبة او اختاروا اللعيبة من هم صغيرين ومرنوهم على طريقة لعب معينة، مدرسة كرة معينة. ودي نقطة مهمة جدا، ان لازم يبقى في مدرسة. لو دخلت في الاحترافية شوية لازم يبقى في مدرسة. حتى في السينما لازم المخرجين زي في امريكا في فرق بين نيويورك وهوليوود في الافلام، في مدرسه مدرستين. لازم في مدرسه. اي فرقه في العالم بتلعب بطريقه لعب معينه وبتلعب بيها كل المنتخبات بتاعتها، علشان في الاخر لما يطلع لعيب من تحت يلعب مع اللي فوقيه يبقى فاهم ده بيلعب ازاي او بنفس الطريقه. فبختار اللعيبه بناء على
طريقتي اللي بلعب. طريقته فهي دي النقطة، ان فاحنا ما بره عندناش ما عندناش مدرسة للأسف في للاسف. مصر. كل مدرب بيجي او كل مدير فني بيجي بمدرسته او فلسفته الخاصة. حتى ده الأجانب اللي اللي ده بيجوا. اللي بيخلي لما لعيبه من عندنا بتحترف بره يثبتوا نفسهم اكتر من مصر. اكيد مش في الكوره بس، يعني لا الدكتور بتكلم احمد على الكوره مثلا، الدكتور احمد زويل يعني نفس القصه، يعني بس خد احنا نوبل. خلينا في الكوره. خد نوبل من بره، يعني ما هي نفس الفكره. الدكتور مجدي يعقوب وغيرهم كتير جدا، عندهم اسماء كبيره جدا ممكن احنا نعرفهم ممكن ما نعرفهمش، اثبتوا نفسهم لما بيخشوا في المنظومه الصح. فاللعيبه اللي عندنا، يعني انا مؤخرا كنت بتكلم مثلا عن محمد صلاح. محمد صلاح ليس صناعه مصريه تحت اي ظرف من الظروف. هو يحمل الباسبور المصري طبعا اكيد، لكن لا يمت للكره المصريه بشيء، ولا هو صناعه مصريه خالص خالص، ولا هو مصري. علشان كرويا هو مش مصري مم. خالص. احنا بنقول عليه مصريين بقى ونفخر بيه، وده طبيعي ان هو هو فخر اصوله مصريه طبعا وابن مصر. ده حلو جدا، لكن احنا ما عملنالوش حاجه خالص نهائي. فهي دي النقطه. آه، وغيرهم كتير جدا على فكره مرموش نفس القصه. انا عايزه اقف هنا عند محمد صلاح. تمام. هو احنا ما ترشحش في الفتره الاخيره للكره الذهبيه، ده ليه؟ محتاج لسه كفاءه اعلى ولا عنصريه لسه عندهم العنصريه؟ بصي، هو بره فيه عنصريه في اغلب الاحوال يعني، ودي كانت بتبان يعني. لكن في نفس الوقت برضو صلاح بيلعب في فرق ما هيش من الفرق الكبيره قوي، وده اللي يمكن كان نفسي صلاح يمشي من 4 5 سنين من يروح ليفربول، فين؟ يروح ريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ. لو جات له الأندية فرصه في الدوري السعودي. الانديه يعني يعني الدوري السعودي يروح طبعا. الدوري السعودي من دلوقتي انهي بقى افضل ليه؟ انه لا يلعب في اوروبا طبعا. اوروبا افضل. طبعا مفيش كلام يعني. لكن طبعا في ارقام رهيبه بتدفع دلوقتي في اللعيبه. يمكن يعني احنا عندنا كريستيانو، لما يعني كريستيانو راح طبعا الدوري كريستيانو هو كان السعودي. بدايه الصناعه، وهو ده اللي بتكلم فيه برضو، ان السعوديه نجحت ان هي تحط بيز قوي جدا. قوي. حطت لعيبه. اساس. الاساس اللي هو الملاعب، الاهتمام بالناشئين، استقطاب المدربين اللي بقالهم فتره جدا طويله بيجيبوا مدربين اجانب لقطاع الناشئين. عملت مدرسه لنفسها. عملوا صندوق الاستثمار السعودي السيادي، اللي هو خد الاربع الانديه الكبار في استثمار حقيقي جدا. فهو ده اللي بتكلم فيه. حطوا بيز ان انا لما اجيب، انا ممكن اجيب كريستيانو رونالدو، اجيب كريستيانو رونالدو هنا مصر هعمل بيه ايه؟ مش تعمل بحاجه. مشكله كبيره جدا. لو نزل الملعب مش هيلعب، هيعترض على ارضيه الملعب. يعني انا ده بقول لك المشكله اللي بتحصل لمحمد صلاح لما بيلعب لا مع يمكن. محمد صلاح دايما نتحمل، وبعد يعني كده الجماهير تلومه ان بنتحامل هم صح. الجماهير دايما بنتحامل. بتلوم عليه. طبعا محمد صلاح بيركب الطياره بيبقى واحد تاني. ليه؟ لانه دخل منظومه غلط. يعني منظومه ما بتلعبش. هو بيلعب بسيستم، بيلعب بنظام. اللعيبه اللي معاه فاهمه بيعمل ايه. المدير الفني في اوروبا عامل زي اللي بيحرك الشطرنج. هو المدير الفني هو اللي بيحرك، اللي يقول له ده تعالى هنا وانت تعالى هنا وانت اطلع هنا في التوقيت اللي اقول لك عليه. المدير الفني هنا في مصر لا حول له ولا قوه. طب انت شايف مسيره عمر مرموش ممكن تتخطى مسيره محمد صلاح؟ ممكن طبعا، عنده فرصه ان يتخطى محمد صلاح، ولاعيبه كتيره ممكن تتخطى محمد صلاح. مش حاجه صعبه جدا. قصه ان نقول مش هيجي تاني دي ما بحبهاش، لكن بس هو عرف يثبت نموذج نفسه في وتجربه الفتره. قويه جدا محمد صلاح. للاعب اوروبي، لاعب كويس جدا. فارق مع فرقته، كسب معاه في حاجات كتيره جدا. انا بقارنه بلعيبه اوروبا، ما بقارنوش بمصر خالص. ما ينفع. ما بقارنوش بمصر خالص. هيزعل مصر فلما اجي الكلام اقول ده. لما اجي اقول ممكن يزعل ناس مني، بس يزعلوا، والحقيقه ما بتزعلش. محمد صلاح لاعب اوروبي، فبيتحط في بورصه اوروبا مقارنه باللاعب اللي بتلعب في اوروبا بس. مش هتكلم عنه تاني خالص. اما هو ده محمد صلاح، اتفرج عليه ان هو لعيب اوروبي هايل جدا، صناعه اجنبيه بحته بس. تمام، والحمد لله ان هو كده. لان هو لو كان جه هنا ولعب وجه هنا بندخله في مشاكل. ده بيتمارض، ده مش عايز يلعب، ده اصلا ما اتعمد اعرفش ما ايه. دخلش جون. انا مالي يعني. طب ما بيعدي الناحيه التانيه، بيبقى بني يركب آدم تاني. الطياره يبقى حد تاني خالص. يبقى المشكله فين؟ في محمد صلاح؟ في المنظومه. احنا مش عايزين نعترف المشكله عندنا. فاهمة؟ فبنبدا نلوم اللي قدامنا يعني. لكن طبعا نموذج ناجح لكل شاب ممكن. طب تحليلك ايه لاخر ماتش لعبه عمر مرموش وسجل فيه 3 اهداف؟ هو النتيجة الدوري. طبيعية. هو كان المباريات اللي لعبها طبعا مان سيتي في فترة مش أحسن حاجة.
ولاسباب كتيره جدا. ولكن مان سيتي من الفرق القويه جدا، وده اللي خلى مرموش حتى مان سيتي السنه دي مش من الفرق او يعني بعيد شويه، لكن طبعا يبقى المان سيتي هو المان سيتي. ولكن ده اللي خلى مرموش يبقى عايز يروح هناك. مرموش كان ممكن يجي له ويتعرض عليه من كل الانديه، لكن خلاه يروح مان سيتي ان هو عارف راح قيمه نادي كبير عامل ازاي، مدير فني زي جوارديولا. فده مهم جدا برضو. دخل في المنظومه سريعا جدا، وحتى الماتشات اللي لعبها، الماتشين اللي لعبهم قبل المباراه اللي جاب فيها الثلاث اهداف ادى بشكل كويس جدا، وكان ممكن يحرز اهداف. فده كان نتيجه طبيعيه يعني. ولكن طبعا 3 اهداف طب في ما مباراه ده واحده بيدل ان احنا عندنا طبعا. لعيبه اقوياء. احنا عندنا اللعيبه اقوياء، المواهب عندنا، المواهب عندنا. لكن لسه اللعيبه الاخويه لسه مش عندنا، الموهبه. لازم نحددها شويه. في فرق عندنا هنا. مواهب موجوده، زي ما في الموهبه. افريقيا موجوده مواهب كتيره جدا، زي في الارجنتين مواهب موجوده كتيره جدا. اه يبقى يروحوا فين؟ لمكان الصناعه الصح علشان تصنعهم نجوم. طب ازاي نفتح ابواب للاحتراف بره اكتر عشان يبقى عندنا نماذج كتير؟ الناس تسافر، نسيبهم يسافروا. هيسيبهم يسافروا، يرجعوا على مم. منتخب مصر ناخدهم على الجاهز، لان هنا مش هنعمل حاجه بصراحه. ليه اليأس؟ مش يأس. ما هو انا مش باجي اقيس مثلا. يعني انا ما بتكلم على دولة عربية دلوقتي زي دولة السعودية، هي حققت في الدوري الفترة الأخيرة يعني أرقام أعلى بكتير مننا. طب احنا ليه ما يبقاش عندنا الطموح ده؟ اول طبعا في طموح. فرق، احنا عرفنا ان عندنا مشاكل، بس في احنا عايزين فرق نعالج امكانيات، في المشاكل. فرق امكانيات عايزين ماديه طبعا نعالج كبيره المشاكل جدا. دي. ولكن مش امكانيات ماديه بس، مم. هي تخطيط وتنظيم لفتره. اللي هو ما في حاجات ما بتطلعش كده، لعيب الكوره ما بيطلعش فجاه. يعني مرموش ده ما طلعش فجاه كده. احنا دلوقتي من كل بيقول مرموش، لكن من 3 4 سنين ما كانش حد بيقول مرموش، وفي ناس كانت بتقول لك قليل في منتخب مصر ويعني. لكن هو كان شغال عادي جدا، والانديه في اوروبا شايفاه بشكل كويس جدا، وبيتنقل من نادي لنادي. هم شغالين كويس قوي، احنا قاعدين بننتقد لحد ما مرموش بقى مرموش. قلنا الله ايه ده ابننا، نجري بقى ايه ده نمسك فيه اول ما اول نجمه ما يصنع يعلى. نفسه بقى. لكن في الاول ما كانه ما مش لناش دعوه موجود، بيه، كانه مش وممكن موجود. نهاجمه كمان. فده يبقى يدل على ان احنا ما عندناش نظره، مش شايفين، مش متابعين بيحصل ايه مع لعيبتنا اللي بره. فالصح ان اي لعيب او اي اب او اي حد ممكن يقدر يجي له فرصه انه يسافر بره عشان يلعب كوره حقيقيه، يسافر طبعا يعني. الى ان طب ما ساعات نفسي. اللعيبه بتقابل هجوم من الدوله نفسها، مش من طبيعي جدا، اه هي مشاكل ان لو واحد لاعب ناشئ وعايز يسافر، ومن النادي اللي بيلعب فيه. مش النادي مش عايز يسفره. اه تعنت رهيب. آه في لعبة كتير طبعا بيبقى مثلا مشكلة الجيش بالنسبة له تبقى صعبة جدا، ويقدر يسافر وهو سن صغير مثلا يبقى عنده حتة الجيش مثلا. حاجات كتيرة جدا، الحاجات دي لازم لازم تتغير. طب النهارده حضرتك بقيت يعني وصلت مرحله ان انت محلل رياضي، لو هتوجه كلمه لتامر بجاتو زمان وهو عنده 22 سنه هتقول له ايه؟ سافر. سافر في مجال الكوره ولا غير سافر مجال؟ في الكورة. سافر في الكوره. كنت هتشوف نفسك فين؟ أشوف نفسي فين؟ اه أشوف نفسي بقى في ريال مدريد. ريال مدريد. اه يعني هتوقفي حلمي ولا ايه؟ مش لا عارف. انا مش هقدر اوقف، لا ازاي؟ طيب. طبعا. طب لو سيبنا بقى عالم الكوره كله مم. وجينا بقى كده قلنا ان حضرتك من الكوره للفن، مم. للمذيع، مم. مرحله الكوره خلصناها، مرحله الفن قلت ان الفن اصعب من الكوره. الفن بالنسبة لي أنا أصعب من الكورة شوية. خدت كام آه، تجربه تمثيل؟ يعني جربت كده حاجات، بس أنا اللي جربته كله كان بدل ما أروح أخد ورشة تمثيل، كان المخرجين صحابي فيقول لي يلا بينا نجرب كده، يلا أقول له يلا بينا يعني. فجت الموضوع كده، كنت اتفرجت عليها بعض الأفلام في فترة من الفترات، ولكن الموضوع بالنسبة لي كان صعب جدا، مرهق شوية، هو عكس اللي احنا بنعمله تمام. فمحتاج محتاج أسلوب تاني، ومحتاج رؤية تانية شوية. يعني احنا في الكورة مثلا، احنا مفيش تمرين زي التاني، ومفيش مباراة زي التانية نهائي، متغيرين على طول، وما بنلعبش في نفس الملعب على طول، وممكن المدربين يتغيروا واللعيبة تتغير والنادي يتغير والبلد تتغير. كل ده وتجربه تمثيل اصلا. تغيير على طول، تغيير. التمثيل العكس، اه يعني لازم احفظ دوري كويس جدا، فانا عارف هيحصل ايه. ولازم اعيد واعيد كم مره، وكنت بعيد مشاهد كتير، نقعد نعيد الى ان يوصل عايز المخرج عايز يوصل لاداء معين او نظره معينه او طريقه معينه في الصوت حسيت بصعوبه بقى. فالموضوع بالنسبه لي انا كان روتيني جدا، اللي هو
مش لاقي نفسك تكرار مش تكرار، لاقي وانا مش نفسك متعود على فيه. التكرار خالص. ولا الحفظ في ولا حياتنا الرياضية اه ما عندناش تكرار في اي شيء. فاختلاف ال الطريقة ممكن شوية ما كنتش قادر. واكيد انا ما عنديش موهبة التمثيل الخطيرة اللي هو بقى عايز قوي ادي يعني او كده يعني. بس فكر لك بقية الحاجات كلها كانت مجرد ما بطلع ضيف شرف مثلا في فيلم او في حاجة من الاصدقاء يعني. طب لكن تجربة البودكاست بقى الأخيرة اللي فرقع الدنيا ده طيب تجربة قول لنا بقى كلمنا شوية عنه. يعني هو ما فرقش الدنيا ولا حاجة، بس يعني هو بص، تجربة البودكاست دي كانت من فترة طويلة. آم، أنا بحب أوي أتحاور مع الناس، يعني حتى في حياتي العادية بحب أتكلم مع أهلي كتير جدا وأصحابي، وبيحبوا يكلموني ويقعدوا يحكوا لي ويعني أنا صندوق أسرارهم دايما يقول. آه. ف قالوا إن أنت بتخرج أكتر واحد بتخرج الأسرار منهم ما اعرفش بيرتاحوا لي كده قدرت تخرج بيكلموني، ما أيوة اعرفش أسرار بيرتاحوا لي ليه كتيرة كده، جدا مش عارفة فبيحكي أي حاجة. فأنا إيه من السر زمان طيب مش عارف والله. اسألي بقى الناس صحابي كده مش عارف. مروة يسأليها مش عارف يعني فأنا من زمان وأنا عايز أعمل تحاور أحاور، بس في نفس الوقت مش عايز أتكلم في الكورة. اه الكل بيتكلم في الكورة، ناس كتيرة جدا بتتكلم في الكورة، وأنا حياتي متشعبة أكتر من الكورة كتير. لقيت نفسك مع الشخصيات اللي استضفتها أكتر من الكورة، قدرت تخرج اللي جواك. ما أنا فكرت بقى إن أنا عشان أعمل بودكاست وأبقى مذيع بقى أو إعلامي زي ما بيقولوا يعني، ودي كلمة كبيرة قوي. آه، ايه اللي انا هقوله؟ هل الناس هتستقبلني ولا لا؟ وانا اصلا لعيب كوره، الناس كلها باك جراوند كوره، فهل هيستقبلوني ان انا اتكلم في حاجه بره الكوره؟ ففكرت في فكره ان انا اجيب كلمات من الكوره واتكلم بيها في الحياه مع اي حد تنفع لاي حد، يعني زي الانذار والكارت الاحمر والكوتش يعني والتيم. برضو الكورة غالبة جبتها من الكوره شويه لكن بتكلم فيها في الحياه. وبدات استضيف الناس، اكترتهم كانوا اصدقائي في البدايه. يمكن انا اول حلقه كده تجربه كنت مع هشام حنفي، قلت بس عشان اخد الرهبه الاولانيه واشوف نفسي انا عامل ازاي. هشام صديقي جدا، كانت حلقه حلوه قوي. وبعد كده بقى كان عندي يعني بدات مين أكتر الشخصيات اللي حبيت الحلقات بتاعته؟ والله كل حد ليه ليه طريقته وليه اسلوبه يعني. يعني عمر طاهر مثلا كانت حلقه جميله جدا بالنسبه حلوة لي. فعلا. آه، سارة سلامة. أسامة منير. أسامة منير. سارة طبعا. سارة سلامة في الحلقة قلت لها مفيش دخان من غير نار، كان قصدك على الشهرة. آه تامر بجاتو الشهرة كانت معاه نفس المثل، مفيش دخان من غير نار. تعبت من آه، الشهرة في حياتك؟ طبعا. انا بشفق بصراحة على النجوم الكبار سواء في الكورة او في الفن او في السياسة او كده، من الشهرة الكبيرة قوي اللي هو ما يقدرش ينزل الشارع بقى، يعرفش يمشي في اي حتة وكده. الحقيقة ممكن تبقى حلوة، أنا جربتها في فترة من الفترات، بس كانت صعبة جدا بصراحة ان انت بتنعزل، يعني مش قادر تمشي في الشارع، مش قادر اقعد في الشارع. طب وبالنسبة للإشاعات؟ الاشاعات يعني في اشاعات طبعا كتيرة جدا بتطلع على البني ادم، وده طبيعي جدا. اي حد مشهور في اي مجال سياسي فني ادبي يعني اعلامي لازم تطلع الاشاعات دي بتمشي كده بارلل. وفي بعض الناس اللي ما بتفرقش بالنسبه لهم، اللي زي حالاتي كده يعني، اللي هو بيتصرف على طبيعته. وكنت لسه بتكلم في حته الشهره. بحب اتصرف بطبيعتي في اي حته في اي مكان، بتصرف انا زي ما انا، ما بعرفش بقى انمق قوي بقى شكلي في حته معينه ولا، فدي مش صح بالنسبه لكون شخصيه عامه. حلقة أستاذ خالد يوسف كان قال رأيه السياسي في قضية فلسطين. مم. بتشوف آراء خالد يوسف إزاي السياسية؟ آه، خالد يوسف طبعا عنده آراء سياسية، إن هو يعني اشتغل في السياسة، إن هو في الجامعة، فعنده بتتابع آراءه السياسية؟ عنده. بص أنا ما بتابعش آراء سياسية، اه لأن أنا مش مقتنع خالص إن السياسة أو اللي بيطلع من السياسة للناس أو للجمهور هو يعني معلومات خاطئة مليون في المية، وأحداث خاطئة مليون في المية. فأنا بحب دنزل واشنطن في الموضوع ده يعني بصراحة. لو تابعت السياسة يعني أو تابع الإعلام، فمعلومات خاطئة بيجي لك، معلومات خاطئة مليون في المية. فاللي احنا شايفينه ده كله مش حقيقي، مش ده اللي بيحصل. مش ده اللي بيحصل.
فما بتابعش اي اراء سياسيه. ممكن اتابع احداث سياسيه، لكن من وجهه نظرنا احنا حاجه، الناس العاديه خالص حاجه، والناس اللي شويه عندهم رؤيه او عندهم ناس جوه السياسه شويه ففاهمين شويه، والناس اللي جوه السياسه قوي بقى لو بيخططوا ايه اللي بيحصل وايه اللي ما بيحصلش. لا، في تخطيط طبعا، يعني من قديم الازل، وموجود، ولكن الناس ما بتصدقش الحقيقة، مش عايز تصدق الحقيقه شويه. مش عايزة أصدق الحقيقة. طب في النهاية دلوقتي معانا كابتن تامر، حقق نجاحات في الكورة وكمذيع وممثل. ايه حلم نفسك تحققه لسه ما حققتوش؟ يعني هو نفسي اعمل حاجه، بس طبعا كبرت ان انا اعملها. لا. يعني نفسي اروح اتعلم سباق العربيات، فورمولا 1، ان انا ابقى اعمل سباقات يعني. لكن طبعا سنا صعب دلوقتي، بس يعني لا، كان هتعملها حلم، ان شاء كان الله. حلم من احلامي زمان طبعا يعني. طيب اخر سؤال معانا، براحتك. هو سؤال افتراضي كده شوية. لو كابتن تامر بيلعب النهاردة، تحب مين تبقى الفرقة بتاعتك وتلعب قصاد مين؟ العب قصاد كريستيانو رونالدو. الله. فرقتي مين مش فارقه، مش فارقة. مش فارقه. يبقى هو هتغلبه؟ موجود كده في الملعب الناحيه التانيه وانا قصاده الناحيه التانيه. هتغلبه ان شاء الله. ده الحلم بقى زي ما بنقول يا احمد، دي احلام يعني، لكن طبعا يعني طبعا طب مين يبقى معاك؟ محمد صلاح؟ مش مهم. مش مهم. مش مهم. ممكن اجيب دي بروين مثلا من مان سيتي معايا في الملعب بس، شكرا، مش عايز حاجه تانية. شكرا. تعبناك جدا وسألناك لا والله، خالص. معانا أسئلة كتير جدا الشباب كلها لا عايزة بالعكس. تسألها. نتمنى تكون انبسطت بس معانا. لا لا بجد انا مبسوط جدا كنت معاكي، وكلمنا في حاجات ما كانش فيها قبل كده، خليتيني اه. افتح في حاجات كده ايوه. هنتبهدل عليها، بس يعني انا مبسوط كنت معاكي جدا. انا مبسوطة قوي. وببارك لك على البودكاست، ان شاء الله كده بالتوفيق ان شاء الله، ميرسي جدا. ونتقابل تاني باذن الله. ان شاء اكيد. الله. ميرسي اشكرك، جدا. شكرا. ميرسي جدا.